عرف تحديد أول أيام العيد جدلا واسعا واختلافا بين علماء الفلك، حيث أكد الخبير في علم الفلك لوط بوناطيرو أن الفاتح من شهر شوال سيكون يوم الأحد الموافق لل25 من جوان 2017، وذلك وفقا لحسابات فلكية. الرؤية تكون ممكنة مساء السبت، وبالتالي أول شوال أو أول يوم عيد الفطر المبارك يكون يوم الأحد 25 جوان. في حين أفادت جمعية الشعرى لعلم الفلك أن هلال شوال سيقترن يوم السبت 24 من جوان الموافق ل29 من رمضان، وعليه فإن رؤية هلال رمضان بالعين المجردة لن يكون ممكنا. بالنسبة للدول العربية والجزائر، أؤكد مرة أخرى الحسابات تفيد أن إضاءة القمر في يوم السبت القمر سيكون فوق الأفق فعلا في وقت الغروب، وإنما مستحيلة الرؤية حسب كل المعايير الفلكية المعتمدة. هذا الاختلاف بين علماء الفلك حول يوم العيد رغم دقة هذا العلم الذي يعتمد على حسابات واضحة له سبب واحد. ما عدا هذا الشخص اللي يقول هذا الشيء، كل المجتمع الفلكي عالمي قاطبا يقول أنه مستحيل فقط. هذا مشكلتي أن لا يوجد أحد ما عدا هذا الشخص يقول هذا الشيء. ليس الشعراء ضد بوناطيرو والشيء القبيل، هو شخص أمام مقابل العالم كامل. إلا أحد في الجزائر يقول هذا الشيء فقط. أنا أتحدى أي شخص، لا يوجد، أنا ابحثي لا يوجد على الإطلاق من يقول بأن يمكن رؤية الهلال من الجزائر في العالم العربي، لا يوجد على الإطلاق. تضارب كبير حول أول أيام عيد الفطر بين علماء الفلك، ويبقى قرار لجنة الأهلة هو الفيصل.